مبروك من وكالة أنباء أفريقيا تونس. هنحاول نتواصل معاه ونشوف آخر الأنباء في تونس والوضع عامل إزاي. مساء الخير يا أستاذة بهيجة. مساء النور. لعل حضرتك تكوني بخير وأهلنا في تونس بخير. إن شاء الله الحمد لله. ممكن بس تطلع المصريين على الوضع في تونس دلوقتي على الأرض عامل إزاي وتطمنينا على حال الشوارع والشعب التونسي؟ هو احنا اليوم تم فرض حالة الطوارئ، يعني حظر التجول خاصة مش الطوارئ، فرض حظر التجول من الساعة 8 مساء للساعة 5 الصبح. على خلفية انه ما شهدته البلاد امبارح من اعتداءات على الاملاك العامة والخاصة بعديد الجهات، وهو ما يصبح يعني ارتأت الحكومة انه الاعتداءات هذه اصبحت تشكل مخاطر على امن الوطن والمواطن. حاليا يعني مازال نص ساعة تقريبا على بدء حظر التجوال. الناس يعني الحركة بدأت تدخل في الشوارع، ورئيس الدولة يعني منتظر انه يلقي الليلة كلمة للشعب التونسي لتهدئة الخواطر ولحثهم على المحافظة على البلد ويعني وعدم التخريب. كل الأطراف مقرة بحق الناس في المطالبة انه هذه الاحتجاجات كانت تطالب بالتشغيل والتنمية. ابتدأت يوم الأحد الماضي من ولاية القصرين وانتقلت اثر ذلك الى عديد المناطق الاخرى بالجهات البلاد. الموقف السياسيين في تونس موقفهم ايه من الدعوه اللي اطلقها المنصف المرزوقي بما يخص انتخابات رئاسيه مبكره؟ البلاد يعني ردود فعل مباشره على الموضوع هذا حقيقه لم ترد، لانه حاليا الاراء متوجهه اكثر لتهدئه البلاد، للاستماع الى احتجاجات المواطنين، يعني الاستجابه لمطالب الشارع قبل انه نفكر في انتخابات رئاسيه مبكره، لانه للوضع العام يتحمل في تونس، للظروف الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه. قادرين نحن الان انه يعني والسياسيين يرون انه تونس حاليا قادره انها تقوم بانتخابات رئاسيه مبكره. طيب فيما يخص بقى موقف حركه النهضه من اللي بيحصل في الشارع من هذه المظاهرات، تقييمه بالنسبه لحضرتك ايه او شايفينه ازاي في تونس؟ هي كل الاحزاب كل الاطراف السياسيه تقر بحق المواطنين في التظاهر، هذا لا يختلف فيه اثنان، لكن ومن بينها حركه النهضه، لانه يعني يدعون كلهم يعني على اختلاف اطيافهم السياسيه يدعون الى الاستجابه لمطالب المحتجين. تمام، أنا بشكر حضرتك جدا الزميلة الصحفية التونسية الأستاذة بهيجة بن مبروك على